انا واخويا كنا دايما زي السمنة على العسل، نضحك ونغلط سوا ونتشتم من امي سوا، بس فجأة الدنيا قلبت واللي بينا اتبدل. انا الكبيرة وهو الصغير المدلع، كل حاجة عايزها كانت بتتعمل له، وانا اللي كنت دايما بيتقال اصبري يا بنتي هو لسه صغير. بس الصغير كبر وبقى شايف نفسه عليا. فاكرة اليوم اللي بدأ فيه الشغل ورجع متغير، بيكلمنا من فوق لتحت كده وبيقول لي انت مش فاهمة الدنيا. قلت له بهزار ما انا اللي ربيتك يا سي فاهم الدنيا. ضحك كده بس ضحكة مستفزة كأني قلت نكتة بايخة، وبدأت الحكاية تكبر. كل ما اقول رأيي يهاجمني، وكل ما اقول له كلمة حلوة يقول لي انت دايما شايفة نفسك عليا. يومها حصلت الكارثة، كنت انا وامي بنتخانق بسبب حاجة في البيت، وهو دخل وسمع نص الكلام. قام قايل لي بصوت عالي بطلي بقى، بطلي تحرضي امي عليا. الكلمة دي وجعتني اكتر من 1000 طعنة. انا احرض؟ ده انا اللي كنت بسهر لما كنت انت بتاعي، وانا اللي كنت بخاف عليك اكتر من نفسي. فضلت ساكتة بس جوايا نار. ومن يومها الكلام قل والضحك اختفى. بس بعد شهور وهو راجع من شغله تعور في حادثة صغيرة، كنت اول واحدة وصلتله. ساعتها هو في المستشفى مسكني من ايدي وقال لي سامحيني يا اختي انا كنت غبي. الدموع نزلت لوحدها. قلت له يا ابني الاخ مش بيتعوض والزعل بيعدي، بس القطيعة وجعها ما بيروحش. ومن ساعتها فهمنا ان الدم عمره ما يبقى مية، وان الزعل مهما طال الاخوات لازم يرجعوا لبعض، لان الدنيا بتخلص بس العشرة ما بتخلصش.